مطالبين بتحسين أوضاعهم الوظيفية، نفذ إداريو مستشفى العدان اعتصاما هو الأول من نوعه أمام مدخل المستشفى. المعتصمون رفعوا جملة من المطالبات اعتبروها حقا مشروعا لهم: منع الإجازات العرضية للموظفين، عدم صرف بدل عدوى للإداريين، منع دمج الاستراحات بالعطل الرسمية، وتعسف بعض إدارات المناطق الصحية في استخدام السلطة. هذه المطالب وغيرها اعتصم لأجلها إداريو مستشفى العدان عند مدخل المستشفى الجنوبي. إداريون أوقفوا عملهم وتجمعوا كخطوة أولى للمطالبة بما يعتبرونه حقا لهم تجاه ما يعتبرونه تقاعسا باتجاه تحقيق مطالبهم وتأمينها لهم. مطالباتنا مع اعتصامنا موجودة طلبات في الوزارة وفي ديوان الخدمة، منها العرضي. المنطقة الصحية في الأحمدي ما طبقت العرضي، وعندنا انزال الوفيات مسلمينها الإداريين وهي للتمريض. في عندنا بدل عدوى نبيها البدل عدوى مخاطبة الجمهور، ما شفنا أي شيء منهم يعني، حتى يعني البدلات ما جاتنا بدلات منها. اعتصمنا سكتنا، يعني المناطق الثانية كلها تمشي عندهم، إلا احنا منطقتنا الصحية الأحمدي ما مشت، لا عرضي وانزال الوفيات المفروض يسلمونها للممرضين مو الإداريين. أكن كل التقدير والاحترام لإخواننا في نقابة العاملين في وزارة الصحة، اللي للأسف ليس لهم أي دور فعال في الحفاظ على حقوق الموظفين الإداريين المسلوبة اللي أقرتها ديوان الخدمة المدنية ووزارة الصحة. لنا حقوق احنا نطالب فيها المقررة لنا، اللي هي الإجازات العرضية والمعمول فيها في جميع مستشفيات الكويت. عندنا الأذونات هذه طبعا منعتها إدارة المنطقة الصحية. أذونات الموظفين ممنوعة علينا في جميع الفترات. في عندنا العمل الإضافي اللي هي منع الكويتيين من التسجيل في العمل الإضافي. عندنا دمج الاستراحات مع أيام العطلة الرسمية، هذه ممنوعة علينا. عندنا تحكم مدير المنطقة في زيادة ساعات العمل. نقاط عديدة ركز عليها المعتصمون في مطالباتهم، أبرزها وجود الواسطة بامتياز وتلكؤ المسؤولين في الاستجابة لمطالبهم. أحب العدل بكل شيء، يعني مثلا الحين في دوام إضافي عصر، يعني ليش الكويتي أو الموظف من المنطقة الأحمدي محروم منها؟ هم للأسف يأخذون من برا المنطقة، يأخذون من الوزارة، يأخذون. طيب يا أخي الكويتي أولى، الكويتي أولى، الكويتي عليه أقصاد مطلوب شيء. يعني أول ما يشوفون الكويتي على طول يسكون باب وجهه، لا ما عندنا توظيف. يجي غير الكويتي للأسف يوظفونه. شو التناقض هذا؟ هم لو يحطون مبدأ العدل خلاص يا أخي موافقين. يعني مو على طول كل ما جاء واسطة دخلنا واسطة، دخلت واسطة على طول دخل غير الكويتي. عندنا احنا دوام من فترة الليل والعصر، ما في استئذانات، ما في بدل، نداوم أيام العطل وأيام الأعياد. يعني كموظفة قديمة صار لي أكثر من 20 سنة تم نقلي إجباريا من قسم العلاقات العامة إلى السجلات الطبية، وحاولت أني أرد مكاني ما قدرت لأن ما عندي واسطة. الواسطة كبيرة هنا في المستشفى، وصايرة كل من مثل ما يقولون كل واحد يحب قبيلته أو هذه يروح يساعده، لكن إحنا ما عندنا سند. يعني مدير المستشفى لما نكلمه أول شيء ما نقدر ندش عليه، مدير المستشفى ما نقدر ندش عليه، لازم نقول حق السكرتارية كل القصة أو شنو الموضوع، وبعدين نشوف متى إذا بيشوفنا ولا لا. وأمام هذا الوضع فإن المعتصمين بدأوا تحركهم باعتصام شكلي، متواعدين بالتصعيد والتوجه إلى وزارة الصحة مباشرة في حال عدم استجابة إدارة المنطقة لمطالبهم فورا. جيهان حبيب، قناة اليوم. بمناسبة